الله يا أروى، اللعبة دي عجباني قوي. وبعدين انتي رسمتيها ازاي؟ اللعبة دي انا اتعلمتها في المدرسة، كنا بنلعبها انا وزمايلي. طيب يا أروى قوليلنا بقى اللعبة دي بتتلعب ازاي؟ اللعبة دي كل واحد ليه دور، وهندوس على الأرقام بالترتيب، واوعى حد يدوس على الخط، واللي هيدوس على الخط هيكون واقع. الله يا أروى، اللعبة دي حلوة قوي. خلاص أنا اللي هبدأ الأول. أنا هدوس الأول على رقم 1، صح؟ يا ربي أنا خايفة جدا أحسن أقع. 1، 2، يا ربي أنا متوترة جدا. وبعدين رقم 3، وبعدين 4. يا ربي أنا دوست على الخط. انتي كده وقعتي يا ساجدة، ووقعتي في رقم 4. يا حرام، انتي حتى ما وصلتيش لرقم 9. لما نشوفك انتي يا فلحوسة هتوصلي لرقم كام؟ الله، شفتي يا فيروز اللعبة اللي هم بيلعبوها؟ يا خسارة، أنا نفسي ألعب معاهم. ده اللعبة باين عليها ممتعة جدا وهم مبسوطين بيها. أنا أول مرة أشوف اللعبة دي، بس يا خسارة مش هنقدر نلعب معاهم، لأن بابا قال لنا ما نلعبش مع بنت البواب. أنا مش عارفة ليه بابا مش عايزنا نلعب معاها، مع إن البنت باين عليها مؤدبة جدا وكويسة. يلا يا أروى، انت اللي عليك الدور وأنا هلعب بعديكي. طيب ماشي، أنا أصلا بكسب في اللعبة دي كتير. الحمد لله ما دوستش على الخط. يا ربي أنا خايفة جدا أحسن أدوس على الخط. 4، 5. يا خسارة أنا دوست على الخط مع إني حافظة اللعبة كويس. وانتي كمان يا أروى خسرتي، بس انتي شاطرة ووصلتي لرقم 5، وساجدة وصلت لرقم 4. أنا مش عارفة ازاي خسرت مع إني حافظة اللعبة كويس. طيب يا هنا، انتي كده اللي عليك الدور، لو انتي عديتي رقم 5 يبقى انتي اللي فزتي. يا خسارة، أنا كان نفسي ألعب معاهم قوي، بس بابا منعنا. طيب أنا عندي حل حلو قوي يا ياسمين، ايه رأيك لو نقول لهم نلعب مع بعض، بس أروى ما تلعبش معانا؟ ممكن نقول لساجدة وهنا نلعب مع بعض، وبلاش أروى عشان بابا منعنا إن احنا نلعب معاها. فكرة حلوة قوي يا فيروز، ازاي ما فكرتش فيها؟ برافو عليكي. يلا بينا نقول لهم ونشوف هيقولوا ايه. أكيد يعني ساجدة وهنا هيوافقوا، لأن احنا بنلعب مع بعض من زمان. ساجدة وهنا، ايه رأيكم لو نلعب مع بعض اللعبة دي؟ بس بلاش أروى تلعب معانا، لأن بابا منعنا إن احنا نلعب معاها، فممكن يعني تلعبوا معانا وما تلعبوش مع أروى. اللعبة اللي انتوا بتلعبوها دي عجباني جدا، فقلنا نلعب معاكم. خلاص يا هنا، انتي وساجدة براحتكم، لو عايزين تلعبوا معاها العبوا، وانا هروح اقعد في اوضتي. انا مش عايزة اعمل لكم مشاكل. لا يا أروى، انتي مش هتروحي اوضتك، انتي هتفضلي تلعبي معانا. ولو انتي يا ياسمين انتي وفيروز باباكم منعكم ان انتوا تلعبوا مع أروى، فبابا قال لي ملعبش غير معاها. ولو انتوا حابين تلعبوا معانا خلاص ما عنديش مشكلة، العبوا معانا، لكن أروى لازم تلعب معانا. يا أروى، أروى يا حبيبتي، قومي عشان تروحي المدرسة، انت كده هتتأخري عليها. أنا مش عارفة يا أروى، انت نمتي النهاردة كتير كده ليه؟ وبصحيكي من بدري مش راضية تصحي. يا ماما سيبيني انام شوية، انا عايزة انام تاني. يا أروى يا حبيبتي ما ينفعش، انت كده هتتأخري على المدرسة. وبعدين النهاردة مش راضية تصحي ليه؟ بصراحة يا ماما امبارح لعبت كتير انا وساجدة وهنا، فضلنا نلعب لحد الليل وكنت مبسوطة جدا. انا اول مرة يا ماما العب اللعب ده، بجد ساجدة وهنا دول اعز اصحابي، انا بحبهم خالص. طيب يا حبيبتي، يا رب دايما تفضلي مبسوطة. انا بصراحة فرحت جدا ان انت بتلعبي معاهم، لانك امبارح وانت زعلانة من استاذ احمد، انا كنت زعلانة عليكي جدا، بس ما كنتش عارفة اعمل ايه. بس استاذ ياسين وبناته محترمين جدا وولاد اصول. يلا بقى يا حبيبتي قومي عشان ما تتأخريش بقى على المدرسة. طيب يا ماما ما تخافيش، انا كلها 5 دقايق اغسل وشي واسرح شعري، وبعدين البس لبس المدرسة واروح. لما اغسل اسناني بسرعة عشان ما اتأخرش على المدرسة. كده خلاص، انا كده خلصت، سناني بقت بيضة. لما اروح بقى البس لبس المدرسة بسرعة. يا خبر ابيض، ده البنطلون مقطوع، هروح المدرسة انا ازاي دلوقتي؟ انا كنت بخيط فيه بس خلاص مش هينفع اخيطه تاني. اعمل ايه انا دلوقتي واروح المدرسة ازاي؟ يا ماما، ماما تعالي بسرعة يا ماما. في ايه يا اروى يا حبيبتي، مالك بتصرخي كده ليه؟ الحقي يا ماما، بنطلون المدرسة مقطوع ومش عارفة اروح المدرسة ازاي. انا كنت يا ماما بخيط في البنطلون بس دلوقتي ما بقاش ينفع خالص. انا مش عارفة يا ماما اروح المدرسة ازاي. معلش يا حبيبتي، انا عارفة ان هو مقطوع، بس احنا معناش فلوس نجيبلك بنطلون، باباكي لسه مستلم الشغل جديد. اصبري يا حبيبتي شهر ولا 2 وانا هجيبلك لبس غيره. انتي عارفة يا بنتي ظروفنا على قدها ومش هقدر اجيبلك لبس دلوقتي. البسيه يا حبيبتي، محدش واخد باله من لبسك.
معقولة يا ماما هلبسه بس ازاي؟ ده البنطلون مقطوع خالص. انا مش عارفة يا ماما، مش عارفة اروح ازاي. معلش يا بنتي عشان خاطري انا، والله اول لما يكون معايا فلوس هجيب لك البنطلون اللي انت عايزاه. بس روحي النهارده يا بنتي عشان ما تتأخريش على المدرسة اكتر من كده. خلاص يا ماما، امرنا لله، هروح بالبنطلون. انا يا ماما خلاص جهزت، عايزة حاجة اجيبها لك وانا جاية؟ لا يا حبيبتي شكرا، ترجعي بالسلامة. عايزاكي يا اروى يا حبيبتي تركزي في الدروس بتاعتك عشان تكوني حاجة كويسة لما تكبري. ازيك يا أروى، عاملة ايه؟ شكلك كده أكيد رايحة المدرسة أدام صاحية بدري. الله يسلمك يا عمو ياسين. ايوه انا رايحة المدرسة، عايز حاجة مني؟ لا يا أروى شكرا، ترجعي بالسلامة. انت يا أروى زي بنتي بالظبط، وعايزك تهتمي بمذاكرتك عشان تكوني حاجة كبيرة لما تكبري. حاضر يا عمو ياسين. انت حضرتك اصلا احسن حد موجود في العمارة، وبحس فعلا ان انت بتعاملني زي بنتك. طيب يا عمو ياسين انا همشي بقى عشان ما اتأخرش على المدرسة. ايه ده؟ غريبة جدا، ده بنطلون المدرسة بتاع أروى مقطوع. يا حرام، هي هتروح المدرسة ازاي دلوقتي؟ أنا بفكر كده أديها طقم من بتوع المدرسة، من بتوع سجدة أو هنا. بس أنا هطلب من بابا أروى إن هو ما يقولش إن الطقم ده بتاع بناتي عشان أروى ما تتضايقش. بنتي الحلوة ما شاء الله عليكي يا سجدة، طقم المدرسة حلو قوي عليكي. سجدة، أنا بصراحة كنت عايزة أطلب منك طلب، ويا رب ما تتضايقيش منه. أنا النهاردة قابلت أروى على باب العمارة، وكان لبس المدرسة بتاعها مقطوع ومتبهدل، وبصراحة البنت صعبت عليا جدا. فأنا يعني فكرت إن ممكن تديها طقم من أطقم المدرسة اللي عندك، انت عندك كتير يا بنتي، وأكيد في طقم مش محتاجاه. بس يا ريت يا بنتي ما تعرفيش أروى إن اللبس ده بتاعك عشان ما تتضايقش، وأنا كمان هنبه على باباها إن هو ما يقولهاش. ايه ده يا بابا، وازعل ازاي بس؟ اروى دي اعز اصحابي. خلاص يا بابا انا هروح اجيب لك الطقم، وكمان يا بابا هجيب لك احسن طقم عندي. اللي بيدي صدقة يا بابا لازم يدي احسن ما عنده. برافو عليكي يا ساجدة يا حبيبتي، أنا بجد فخور بيكي جدا، كده أنا عرفت أربيكي كويس. ثانية واحدة يا بابا، هروح اجيب لك الطقم وارجع حالا. اهو يا بابا الطقم، احسن طقم عندي زي اللي انا لابساه بالظبط. طيب يا ساجدة يا حبيبتي، أنا هروح أدي الطقم بقى لبابا أروى قبل ما أروى ترجع من المدرسة وتشوفني. أنا عايز أروى لما تلبس الطقم ده تكون فرحانة وما تكونش متضايقة. محمد، أنا كنت جايلك في موضوع مهم. أنا بصراحة النهاردة قابلت أروى وكانت لابسة لبس المدرسة، وكان البنطلون بتاعها مقطوع، وبصراحة صعبت عليا جدا. أنت عارف إن أروى زي بنتي بالظبط، فأنا جبت لها طقم من الأطقم بتاع بناتي عشان تلبسها. بس أنا كنت عايز أطلب منك طلب، يا ريت ما تقولش لحد ان الطقم ده بتاع بناتي عشان اروى ما تزعلش. انا عايز اروى لما تلبس الطقم ده تكون فرحانه ومبسوطه، وانا كمان نبهت على البنات ان محدش يقول لاروى اي حاجه عشان ما تتضايقش من الموضوع ده. كتر خيرك، كتر خيرك يا باشمهندس ياسين، جمالك مغرقاني من ساسر راسي. بصراحه حضرتك احسن حد موجود في العماره، وبتعاملونا معامله كويسه جدا. وحاضر، انا هعمل كل اللي حضرتك قلتلي عليه، وهدي الهدوم لأروى ومش هقول لها أي حاجة. سعاد، الهدوم دي الباشمهندس ياسين بعتها لأروى، هو قابل أروى النهاردة على مدخل العمارة وكان هدوم المدرسة بتاعتها مقطعة، فهو جاب الطقم ده من بتاع بناته وقال إن إحنا نديه لأروى، بس ما نعرفهاش أي حاجة عشان ما تزعلش. كتر خير الباشمهندس ياسين، ده راجل محترم جدا، اداها الهدوم دي وكمان بيحاول يحافظ على شعور أروى. اوعي يا سعاد، اوعي تعرفي أروى أي حاجة عشان ما تزعلش. كتر خيره، كتر خيره بجد. دي أروى راحت المدرسة النهاردة وهي زعلانة. أروى صعبت عليا جدا وهي رايحة بهدوم المدرسة وهي مقطعة، بس الحمد لله ربنا بعت الباشمهندس ياسين لينا عشان يجيب لها طقم حلو قوي وتفرح بيه. أنا عمري ما هقول لها كده عشان ما تزعلش، عمري ما هقول لها إن الطقم ده بتاع سجدة لأن ممكن تزعل. أروى يا حبيبتي مش هتصدقي، عندي ليكي خبر حلو قوي هتفرحي بيه. بصي يا أروى يا حبيبتي أنا معايا إيه يا ماما؟ خبر إيه؟ وبعدين إيه اللي في إيدك ده؟ بابا يا حبيبتي انا قلت له ان انتي روحتي المدرسه النهارده والبنطلون مقطوع، فبصراحه اتصرف وجاب لك طقم المدرسه ده وشكله حلو قوي وشيك. بصي يا حبيبتي الطقم حلو ازاي. هي بجد يا ماما؟ يعني جبتولي طقم مدرسه جديد؟ انا فرحانه جدا. وريني يا ماما، انا متحمسه جدا اشوف الطقم ده. انا كنت يا ماما مكسوفه من البنطلون اللي انا لابساه، بس الحمد لله بقى عندي طقم حلو قوي. طيب يا حبيبتي خدي بقى الطقم وقسيه، عايزه اشوفه عليكي هيكون عامل ازاي. حاضر يا ماما، ثواني وهكون لابساه.
انا اصلا نفسي اشوفه عليا هيكون عامل ازاي. واو يا ماما، الله الطقم شكله حلو عليا قوي، عامله كده زي ولاد الزواج، شكله جميل قوي، انا مبسوطه جدا بيه يا ماما. الله يا ماما، بابا ذوقه حلو قوي في اللبس. انا بصراحه عايزه اروح المدرسه دلوقتي عشان البس اللبس الجديد ده، بس يا خساره احنا بالليل لسه المدارس الصبح. ايوه يا طقمي الجديد، انا فرحانه جدا بيك. بص بقى، انا هنيمك جنبي على السرير واحضنك عشان اصحى الصبح بدري والبسك. ايوه خليك هنا وانا هنام جنبك الناحيه التانيه. انا فرحانه جدا بالطقم الجديد، وكمان مش جايلي نوم، انا عايزه انام بقى عشان بكره عندي مدرسه. غريبه قوي يا اروى، صاحيه لوحدك النهارده وكمان صاحيه بدري. ده انا كل يوم بفضل اصحيكي بالعافيه. انا اصلا يا ماما جالي نوم امبارح بالعافيه، انا كنت فرحانه بالطقم الجديد وما صدقت الصبح طلع ولبسته على طول. فعلا يا اروى الطقم شكله حلو قوي عليكي، ربنا يفرحك دايما يا بنتي. انا يا اروى يا حبيبتي بكون مبسوطه جدا لما اشوفك فرحانه وسعيده. ربنا يخليكي ليا يا ماما يا حبيبتي. طيب يا ماما انا همشي بقى عشان ما اتاخرش على المدرسه. انت يا بنت، ايه الطقم اللي انت لابساه ده الطقم ده غالي جدا. انت جبتي فلوسه منين؟ وبعدين الطقم ده انا حاسس اني شفته قبل كده. الطقم ده يا استاذ احمد بابا جايبهولي لان طقم المدرسه بتاعي اتقطع، هو لسه شاريهولي امبارح. ضحكتني والله. بقى باباكي هيجيب لك طقم زي ده غالي جدا. خلاص انا افتكرت الطقم ده انا شفته على سجدة قبل كده، يبقى اكيد انت سرقتيه. مستحيل باباكي يقدر يشتري طقم زي ده. اكيد ام سجدة سابتك تلعبي في البيت وانت استغليتي الفرصة وسرقتي الطقم. الله يسامحك يا احمد بيه، والله انا ما سرقتش ولا حاجه، وبابا هو اللي جاب لي الطقم ده النهارده. قال جابهولك النهارده قال. على العموم انا مش هسكت على الكلام ده ولازم أنا افضحك. مالك يا اروى يا حبيبتي، جايه من المدرسه زعلانه كده ليه؟ مع انك كنت رايحه المدرسه وانت فرحانه جدا بالطقم. احكي لي يا بنتي مالك بس زعلانه كده ليه؟ ماما هو بابا هو اللي شاري لي طقم المدرسه ده. ايوه يا حبيبتي طبعا باباكي هو اللي شاراه لما لقى طقم المدرسه بتاعك مقطوع. بس انت ليه يا حبيبتي بتسالي؟ هو في حاجه حصلت معاكي؟ ايوه يا ماما في حاجه حصلت معايا. استاذ احمد قابلني على بوابه العماره وبيقول لي مستحيل باباكي يكون جايب لك الطقم ده، بيقول لي ان الطقم ده غالي جدا ومستحيل باباكي يشتريه، وكمان بيقول لي انت اكيد سرقاه، وبيقول لي كمان ان الطقم ده بتاع سجدة واني انا سرقته منها. هو انت يا ماما متأكدة ان بابا اشترى لي الطقم ده؟ ايوه يا حبيبتي باباكي هو اللي شراه. انا مش عارفة هو استاذ احمد ده عايز منك ايه، كل شوية يضايقك كده. ماما ممكن تقولي لي الحقيقة لو سمحت، الطقم ده فعلا بابا اللي شاريه ولا جبته منين؟ يا ماما انا بقيت متضايقه جدا، ارجوكي قولي لي الحقيقه، وايه علاقه سجده بالموضوع؟ وازاي استاذ احمد يقول ان هي كانت لابسه الطقم ده؟ احنا جبنا الطقم ده ازاي؟ يا ماما استاذ احمد ضايقني جدا على باب العماره وقال لي انا اكيد سرقت الطقم ده لان الطقم ده بتاع سجده، واكد لي كمان ان هي كانت لابساه. ارجوكي يا ماما قولي لي الحقيقه وما تكذبيش عليا. الحقيقه؟ اقول لك الحقيقه؟ بصي يا أروى يا حبيبتي، أنا هقولك الصراحة، الطقم ده فعلا بتاع سجدة، بس والله يا حبيبتي احنا ما سرقناهوش ولا حاجة. فاكرة لما أستاذ ياسين شافك على بوابة العمارة ولقى هدومك مقطوعة بتاعة المدرسة فصعبتي عليه يا بنتي، وكتر خيره يا بنتي بعتلك الطقم بتاع المدرسة بتاع سجدة، وطلب كمان ان احنا ما نقولكيش ان الطقم ده بتاع سجدة عشان ما تزعليش. وانا مش عارفة استاذ احمد ده ماله، جبتي الطقم منين؟ هو ملهوش دعوة. ما تزعليش يا اروى يا حبيبتي، واي حاجة هتقولي لنا نعملها هننفذ كلامك. خلاص يا ماما انا مش عايزة الطقم ده، انا مش هلبسه تاني. خدي الطقم تاني يا ماما ورجعيه لاستاذ ياسين، انا مستحيل البس الطقم ده تاني. انا هروح اقلعه دلوقتي يا ماما، وخدوه وودوه لاستاذ ياسين تاني. يا حبيبتي يا بنتي صعبانه عليا جدا، كل لما تيجي تفرحي اللي اسمه احمد ده يضايقك، انا مش عارفه هو بيعمل معاكي كده ليه، ودايما كاسر فرحتك. ان شاء الله هيشوف كل اللي بيعمله فيكي في حياته. انا مش عارفه دلوقتي اتصرف ازاي وارجع الطقم تاني لاستاذ ياسين ازاي، ده اكيد ممكن يزعل. مالك يا ولية قاعدة مبلضمة كده ليه؟ هو في حاجة حصلت ولا ايه؟ قوليلي، هي أروى حصل لها حاجة؟ هي أروى بخير؟ هقولك ايه بس يا محمد، بنتك مكسورة.
الطقم اللي انت قلت لي اديهولها، اللي استاذ ياسين اديهولها ده. أروى كانت فرحانة بالطقم جدا ومبسوطة بيه، وما صدقت الصبح طلع عشان تلبسه. ولما لبست الطقم شافت أستاذ أحمد على بوابة العمارة، وفضل يزعق فيها ويقول لها أكيد انت سارقة الطقم من سجدة. وأروى يا حرام زعلت جدا وفضلت تعيط. وبصراحة يا محمد أنا اضطريت أقول لها الحقيقة، لأن هي كانت زعلانة وبتقولي أنا جبت الطقم ده منين. أنا زعلانة جدا يا محمد على أروى، ومش عارفة الراجل ده بيعمل معاها كده ليه. دايما كده كاسر فرحتها ومستخسر فيها إن يلاقيها مبسوطة وفرحانة. وأروى دلوقتي يا محمد مصممة إن هي ترجع الطقم تاني. معقولة كل ده يحصل؟ أنا مش عارف أستاذ أحمد ده عايز مننا إيه. لولا الشغل ده أنا مضطر ليه كنت سبت العمارة من زمان. خلاص أنا هنفذ كلام أروى وهرجع الطقم تاني لأستاذ ياسين، وعشان ما يزعلش مني أنا هحكي له على كل اللي حصل. روحي يا سعاد هاتي الطقم عشان أرجعه لأستاذ ياسين، زمانه دلوقتي راجع من الشغل. لا مؤاخذة يا باشمهندس ياسين، أنا كنت حابب أرجع لحضرتك الطقم تاني. أروى مش هينفع تلبسه. ليه بس يا محمد هترجع الطقم؟ هو ما جاش على قد أروى ولا إيه؟ مع إن مقاسها زي مقاس سجدة بنتي، ولا يمكن الطقم مش عاجبها؟ لو مش عاجبها يا محمد أنا ممكن أشتري لها طقم تاني. لا يا بيه الطقم حلو وزي الفل كمان، بس بس للأسف أروى وهي خارجة وهي لابسة الطقم شافها أستاذ أحمد، وفضل يزعق لها وقال لها مستحيل باباكي يجيب لك طقم غالي زي ده، وقال لها الطقم ده أنا شفته قبل كده عند سجدة، واتهمها إن هي سرقت من عند حضراتكم الطقم ده. فبنتي رجعت من المدرسة وهي زعلانة جدا وسألت مامتها، ومامتها اضطرت إن هي تحكي لها على كل اللي حصل. أروى فضلت تعيط وزعلانة جدا وقلبها مكسور، وطلبت إن احنا نرجع الطقم تاني. لا مؤاخذة يا أستاذ ياسين أنا بعتذر جدا، مش هينفع أخد الطقم ده تاني لأن أروى زعلانة جدا. معقولة كل ده يحصل؟ وهو ماله هو أصلا؟ إزاي يعمل كده؟ الراجل ده هيفضل متكبر كده وبيعامل الناس من مناخيره؟ على العموم أنا مش هسكت على اللي حصل ده وهجيب حق أروى.